ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهاردة هنعمل الايس كريم مع بعض زي اللي ما بنشتريه بالظبط من اكبر محلات الايس كريم، وهنعرف السر في الطعم وهنجيبه، ومش هنعمل بحاجات كتيرة جدا وحاجات بسيطة خالص. اللي عندنا المكونات بتاعتنا ايه؟ 3 كوب من اللبن المثلج او الماء المثلج، بس اللبن افضل. وعندنا ربع كيلو من الكريم، من الايس كريم البودر، بنشتريه من اي محل مستحضرات حلواني ويكون محل موثوق منه وحاجاته بتبقى جودتها عالية. ده بيبقى سايب كده، بتجيبي الاطعمة اللي انت بتفضليها وبتحبيها، موجود جميع الاطعمة. انا جبت 3 اطعمة، جبت فراولة وجبت فانيليا وجبت شوكولاتة، موجود انواع كتير جدا، بس بيبقى سايب كده. هو بيعبيلك منه ربع كيلو وتجيبيه يكون من محل موثوق منه. هنبدأ نحط على كل كوب لبن على الربع كيلو كده، هو بياخد لحد كوب ونص من اللبن. وبعد كده هفضل اضرب، واول ما يبدأ ان هو يتقل معايا هبدأ ازوده تاني نص كوب من المية على مرتين او 3 مرات. ما نحطش الكمية كلها علشان ما يكونش خفيف معايا قوي. هو السمك بتاعه بيكون خفيف كده، مش تقيل زي الكريم شانتيه، لا بيعمل خط معايا كده زي ما انتوا شايفين. يبقى كده القوام بتاعه مظبوط. وطبعا ممكن نضربه في الخلاط عادي او بمضرب كهربا زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بعد كده اللي انا احطه في علب، وانا مش بضيف ليه اي سكر، هو بتحط عليه بس اللبن فقط لا غير، مفيش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين عملت برضو الشوكولاتة بنفس المقادير دي برضو. شايفين هنعمل ما شاء الله من نص كيلو ايس كريم كيلو ونص. شايفين ما شاء الله. هنبدأ نحطه كده في العلبة، ممكن نقسمها ل3 اجزاء. انا عملتها النصين كده، حطيت ورقة كرتون وبدأت اساوي كده بالاسباتيولا الجنبين الابيض والفراولة، الفانيليا والشوكولاتة، الفانيليا والفراولة كده زي ما انتوا شايفين. والشوكولاتة حطيتها في علبة تانية لوحدها ودخلتها الفريزر لمدة 4 ساعات. انا كنت مستعجلة عليه، بس الاحسن يكون ليلة كاملة او مش اقل من 8 ساعات علشان يكون متماسك معاكي قوي. تعال بقى نشوف مع بعض قد ايه مش متلج معايا وطبيعي. شايفين ما شاء الله مش عامل معايا اي تلج خالص. الايس كريم ده بجد طبيعي جدا، وبجد هتعشقوه، مش هتبطلوا اللي انتوا تعملوه للاطفال في البيت. والاحلى واحلى كمان البسكوتة. البسكوتة هنجيبها ب10 جنيه، 20 قطعة من البسكوتة. عمود بيبقى فيه 20 قطعة بسكوتة، بجد احلى من الايس كريم نفسه، وبتكون مقرمشة واحلى من الايس كريم. سعر البسكوتة نص جنيه، يعني انت بتشتري العمود ب10 جنيه في 20 بسكوتة. بجد البسكوتة دي طعمة جدا واحلى من الجاهزة كمان، وبتقرمش وطعمها احلى من الايس كريم بكتير. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنعمل كل حاجة في البيت واوفر واحلى بكتير من اللي بنشتريه. وبلاش تشتروا العلب اللي هي الايس كريم او الاكياس اللي بتبقى مكتوب عليها ايس كريم وتعملوها في البيت، لا ده بيكون سايب، بتعبى في اكياس تلاجة عادي وبتباع بالربع كيلو او بالتمن كيلو. وطبعا لو اشتريتي تمن كيلو هتعملي 3/4 كوب من اللبن بس. زي ما انت شايفة ما شاء الله قد ايه طبيعي معايا، بجد طعمه في منتهى الجمال واحلى من اللي بنشتريه. وهنعمل كمية كبيرة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.